الاهداف نتاع الشعب الجزائري وشنو هي؟ انه الشعب يكون مصدر جميع السلطات. باش يكون الشعب مصدر جميع السلطات كاين زوج حوايج، المرحليه والتدرج. لو كان طبق الماده 7 على بالك باللي حتى الولات يروحوا وحتى رؤساء الدوائر يروحوا. علاش؟ لانه رئيس الدائره على بالكم باللي يعتبر مثل المدير العام تاع الشركه، هو يصادق على المداولات تاع رؤساء البلديات اللي هما مسؤولين على الفساد، مسؤولين حتى هما. ماشي هذه. وبالتالي هكذا عمي كنقول لك واش معناتها الماده السابعه مصدر الشعب لازم فيها شكون عطى الكونينوف؟ لازم يكون فيها تغيير جذري في هذه الاساليب. ما تقدرش تجيب لي رئيس والي ولا تجيب لي رئيس دائره يكون عنده السلطه على رئيس بلديه منتخب من طرف الشعب، وبالتالي لازم تكون فيها التدرج والمرحليه. في الشهر مستحيل تحقق هذه المرحله. وبناء دوله العداله والقانون، وهذه سابقون الجمهوريه الثانيه. الجمهوريه الثانيه لازم نغيروا القوانين ونغيروا حتى الدستور، وهذه تاخذ الوقت. تكون فيها مرحله انتقاليه وتكون فيها مرحله بناء، ومن بين هذه الامور لازم باش نحققوا هذه النتائج لازم تكون فيها المرحليه والتدرج. احنا نقولوا الشعب جيش خوا مش معناتها باللي رانا مع القايد صالح.